فإن القرآن له روح تدخل الروح والقلب رغما عن صاحبه، فمن استمع إلى القرآن إن كان قلبه حيا حالا تأثر، وإن كان قلبه ما هو حي ولا هو ذاك القلب الصاحي يقال له أوعي سمعك، أي عاطي إذنك، ولو ما فهمت بس حضر قلبك وعاطي إذنك. لابد روح القرآن تنزل على القلب. يقول جل وعلا: قاف والقرآن المجيد. قاف، قاف إيه؟ هذا القاف إشارة إلى قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموضع الذي نزل عليه القرآن، فذكر المنزل والنازلة. قاف والقرآن، وبين قاف قلب رسول الله والقرآن ملازمة ومناسبة حكيمة، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي لا على قلب غيرك، لأنك قلبك مستعد وقلبك أهل لذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذكر هذا إيش قال في بعد صحيفتين من السورة؟ وهذا المقصود: إن في ذلك لذكرى، أي في القرآن ذكرى لمن كان له قلب. قال في واحد ما له قلب، قل له كلهم قال، لكن القلب الحي الناهض الصاحي الحاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا ما كان قلبه صاحي وصحيح بل مريض صائم وغافل، قل له عطي إذنك وحضر قلبك، لابد تنتفع، لابد ينزل المعنى والنور والروح القرآني للقلب، لأن الله تعالى تكفل أن يدخل هذا الروح القرآني في قلوب الأرواح الإنسانية كلها وقلوب المكلفين لابد، ثم بعده إما يؤمن أو يكفر. ولهذا قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، الذكر عن القرآن، وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أي هكذا أيضا هناك من يستهزئ بك يا رسول الله ويكفر. كذلك نسلكه. إيش هو الضمير؟ قال إيه تقدم ذكره، إن هذا الذكر هذا القرآن، يعني نسلكه أي ندخل هذا القرآن في قلوب المجرمين. فلا تقول يا إنسان إننا نتكلم بخيالات، نحن عم نتكلم لك بحقائق ثابتة قرآنية من كتاب الله، حتى تعرف الموضوع الماشيين فيه مركز مدعم بالقرآن، مو ما بالتخيل ولا ما بالتحيل ولا ما بالمسرحية، وإنما ما بالحقائق العلمية القرآنية. كذلك نسلكه أي القرآن ندخله في قلوب المجرمين، أي لا بد أن ندخل هذا الروح القرآني في قلب الكافر. بده يدخل قلبه لا محالة، وروحه بدها تذوق هذا الروح القرآني. ولكن لأنهم مجرمون متكبرون جاحلون، قال كذلك نسلكه في قلوب لا يؤمنون به. بده يدخل ويتبين لهم الحق ويهتز قلوبهم تنتعش أرواحهم، ومع ذلك لا يؤمنون. ليه؟ أي كبرا تكبرا وإعراضا عن الحق، لأنهم لا يريدون الحق، إنما يريدون أهواهم الباطلة. قال لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي مضى من قبلهم فكفروا فدمرناهم وأهلكناهم. قال